عليكم الإخوة الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الحلقة الجديدة بطبيعة الحال ديال القناة ديالكم منصة التحليل. إذن نحاولوا في هذه الحلقة نوضحوا بعض الأمور المتعلقة بالاعتراف المالي الأخير اللي كانت رصاصة الرحمة بالنسبة للنظام العسكري. نحاولوا نتكلموا بالخصوص على هذا الموضوع من طبيعة الحال الإخوة الأخوات في هذه الحلقة. المرجو منكم المتابعة ديالنا عبر الاشتراك في القناة، كذلك الضغط على زر الإعجاب باش يوصلكم أي جديد. شكرا لكم الإخوة الأخوات، ونمر مباشرة إلى التفاصيل. إذن الإخوة الأخوات، فالمغرب يحسم المعركة بشكل هو نهائي. فالدبلوماسية الملكية بلغة الأرقام لعام 2026 لسنة 2026 ماذا حققت؟ 120 دولة وأكثر تدعم اليوم بشكل صريح مبادرة الحكم الذاتي. إذن شفتوا الإخوة الأخوات الكم الهائل ديال الدول التي تبادر وتدعم القرار ديال الحكم النهائي أو الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية. ومالي وما أدراك ما مالي دولة توجد بالمحاذاة مع الجزائر، وبالتالي فلها دور مهم ومهم جدا. أعطت الاعتراف ديالها مؤخرا الحكم الذاتي المغربي للأقاليم الجنوبية، فهذا شكل نوع من اللخبطة النظام العسكري. علاش؟ لأننا كنعرفوا مالي يعني أين تتواجد، فهي لها حدود شاسعة مع الجزائر، وبالتالي فأي قرار ممكن أن يكون مؤثر وضربة قاضية بالنسبة للنظام العسكري الذي كان يمني النفس ديالو بأن تبقى مالي وكذلك موريتانيا الآن اللي هي في الطريق ديالها للاعتراف كذلك بهذه الطريقة ديال الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية. فالجزائر الآن أصبحت يعني تنادي بتجهيز المنظمات الإرهابية ضد مالي، وكذلك الدعم ديال الأزواج باش دير الحكومة ديالها وما إلى ذلك. يعني كتحاول الآن باش أنها تضرب مالي بشكل أولى بآخر. إذن ف 30 قنصلية إخوة الأخوات تم الافتتاح ديالها مؤخرا في مدينة العيون والدخلة. هنا كيبين القوة ديال الدبلوماسية المغربية على الصعيد الإفريقي والعالمي. إذن فخطة الحكم الذاتي الإخوة الأخوات أصبحت واقعا ملموسا على الأرض، وبالتالي فأي أسطوانة مشروخة أخرى تعد مضيعة للوقت. الآن المغرب في الطريق الأخير أو الحاسم باش يعلن بطبيعة الحال على الوحدة ديال التراب ديالو بشكل هو نهائي ولا رجعة فيه، وبالتالي فغيكون أن 50 سنة ديال ضياع مليارات الدولارات على منظمة إرهابية من طرف الجزائر وخلاو الشعب ديالهم في الطوابير وما إلى ذلك، أثر بشكل كبير على الشعب الجزائري اللي كيعيش يعني في ظروف قاسية جدا. عندهم البترول، عندهم الغاز، لكن ما قدروش يستغلوه فيما بطبيعة الحال ينفعهم، بل استغلوه في محاولة خلق منظمة إرهابية ضد المملكة المغربية، وذلك نابع بطبيعة الحال من الحسد والبغض اللي كاين في القلوب ديال العسكر الجزائري بطبيعة الحال ضد المملكة الشريفة المغربية. غادي نقولوا بأن 54 دولة سحبت الاعتراف ديالها بهاد الجمهورية الوهمية خلال هذه السنوات الأخيرة، وآخرها بطبيعة الحال كيف ما قلنا وهي مالي. 0 دولة من الاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تعترف بالكيان الوهمي. ما كاينش دولة أوروبية تعترف بالبوليزاريو. إذن فهاد المعطيات كلها اش كتورينا؟ كتورينا حالة واحدة، بأن هاد القضية المفتعلة تقترب من النهاية. ما بقاش لها بزاف كما كان يعني 50 سنة لحد الآن. ما بقاتش القضية غدا إلى النهاية ديالها وطي الملف بشكل اللي هو نهائي، خصوصا بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل اللي هو حازم وإعلان الحكم الذاتي قرار مجلس الأمن 27 لكي يأيد هذه الخطة، وكيجعلها هي السبيل الوحيد، ماشي أن المفاوضات على الاستفتاء وما إلى ذلك من الخزعبلات. السبيل الوحيد اللي كاين وهو الحكم الذاتي. أرى اقتراح ديالك، هذا الاقتراح ديال المغرب، وعاد ديك الساعة ممكن أننا نخدمه. لا شيء غير الحكم الذاتي باش يعرفوها الإخوان في الجزائر بطبيعة الحال بأن هذا هو الحل اللي كاين وما كاينش حل آخر، بأنهم كيضحكوا عليكم في الجزائر بطبيعة الحال. النظام العسكري اللي خدام كيخسر مليارات الدولارات من هذا البترول من هذا الغاز اللي ترتفع لمستويات كبرى وتبيعوه بملايير الدولارات وتخسروها على جمهورية وهمية في تندوف. إذن فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. هذا الشيء اللي يمكنني نقول بطبيعة الحال في هذه الحلقة. إذن إخوة الأخوات، كما شفتوا في العنوان، مالي هي مالي. علاش؟ لأن مالي هي دولة مهمة جدا في هذه المنطقة.
علاش مهمة؟ لأنها عندها حدود مع موريتانيا، وموريتانيا الآن تستعد للإعلان بطبيعة الحال على الانضمام لهذا الركب ديال الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية. علاش؟ لأن غادي تكون هناك مبادرة الأطلسي اللي طلقها جلالة الملك، هذه المبادرة التي سوف تلعب دورا كبيرا خصوصا مع الميناء المرتقب إن شاء الله في الدخلة، هذا الميناء الضخم اللي غادي يعطي موارد مهمة لمجموعة من الدول اللي ما كتطلش على البحر كالنيجر كمالي وما إلى ذلك. وبالتالي فموريتانيا الآن أصبحت يعني في محك حقيقي، خصوصا أن الدول كامل اللي جيرانها معترفة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية. وموريتانيا بالحزازات اللي كتعرفوا نتوما ولظروف ما زال اكتتريت من أجل الإعلان النهائي على الاعتراف بطبيعة الحال الحكم الذاتي كواقع وليس كشيء للتفاوض. إذا الإخوة الأخوات، في هذه الحلقة درناها خصيصا باش أننا نبينوا بطبيعة الحال هذا الاعتراف القوة ديالو ومدى التأثير ديالو على النظام العسكري الجزائري البائد، هذا النظام اللي خلى الشعب ديالو في طوابير رغم الإمكانيات الهائلة والمتمكنة من طبيعة الحال من بترول وغاز اللي كيبيعوه لدول أوروبية بثمن اللي هو صغير جدا، في يعني كيتبعوا السراب باش انهم ياخذوا ولو موقف بسيط، ولحد الان ما تمكنوش ولو من اخذ ولو من اعطاء ولو وعد من بعض الدول. علاش؟ لان الدول كامله عارفه بان المملكه المغربيه القيمه ديالها في المنطقه، عارفه هذه التطورات الاخيره فهي من اجل توحيد ديال شمال افريقيا، وعارفه بان لا سبيل لدعم المغرب، لأن المغرب هو دولة مستقرة وقوية بالمؤسسات ديالها، وبالتالي لا مجال للعب بطبيعة الحال أو لا تضييع الوقت. إذا الإخوة الأخوات، هذا كل ما لدينا بالنسبة لهذه الحلقة المتعلقة بالاعتراف المالي بالصحراء المغربية وهذه الضربة الموجعة للكبرانات بالجزائر. نتمنى أننا كنا موفقين بطبيعة الحال في هذه الحلقة. فرصة للإخوان اللي مازال ما فعلوش الاشتراكات ديالهم للقناة باش يديروها بطبيعة الحال باش تكبر العائلة. شكرا لكم إخوة الأخوات، وإلى حلقة قادمة بحول الله.